السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم وصفة شتوية بامتياز، ملائمة بزاف للبرد اللي رانا فيه، محمصة بالخضار، حارة سخونة كما يحب الخاطر. أكلة تقليدية محبوبة جدا. إذا كنتم ماشي مشتركين في القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الطنجرة ديالي الآن راح نحط 2 مغارف تاع زيت الزيتون، وهنا خديت غير 2 مرصاوات تاع الدجاج، ممكن ديروها باللحم كل واحد والمقدور تاعو. هنا عندي حبة بصل كبيرة مقطعة قطع صغيرة، وحبة زرودية متوسطة الحجم، وحبة قرعة كذلك كانت متوسطة الحجم. الكمية اللي حنديرها ماشي كبيرة بزاف، يعني صغيرة نوعا ما. ونبقى نحرك ونخليها تتقلى مليح. السر طبعا في كل أكلة أنكم تعطوا لها وقتها وتخلوها تتقلى مليح باش تجيكم بنينة. هنا حطيت حبات، حوالي 2 حبات تاع طماطم رحيتها، ونزيد نحرك مليح، ونزيد نحط معاها ملعقة أكل طماطم مصبرة، وواحد 4 فصوص تاع الثوم مقطعة قطع صغيرة. نخلط كلش ونزيد نغطيها ونخليها كذلك تتقلى مليح وتاخد الوقت تاعها. بعد ما تقلات لي حطيت الملح حسب الرغبة، حطيت مغرف صغيرة تاع راس الحانوت، مغرف صغيرة تاع العكري، ونص مغرف تاع الفلفل الأسود. وهنا حطيت الحشيش مقطع مليح. تحب الحشيشيه يعني غير كتروا لها الحشيش باش تجيكم بنينه. راح نزيد نغطيها ونخلي كامل هذوك المكونات يتقلاو مع بعضهم، ونزيد نحركهم هكذا. هنا راح نمرق. بالنسبه للتمراق على حساب كميه المحمصه اللي راكو حديروا. الا درتو كميه كبيره يعني لازم تمرقوا مليح باش ما تنشف لكمش بزاف ويبقى لكم الصوص في المحمصه تاعكم. هكذا راني مرقت. راح نحرك كل شيء ونغطي عليه ونخلي الدجاج والخضره تاعي يدخل لهم طياب، ونعاودوا نولوا الوصفه ديالنا. هنا بعد ما طاب لي الدجاج ديالي واش راح ندير؟ راح نزيد نحط البطاطا. ما حبيتش نحطها في الاول باش ما تدوبليش كامل، باش تشد روحها. حطيتها مع الاخير، وزدت حطيت معاها فلفله حاره والحمص تاعي اللي كان طايبه. الا ما كانش طايبه حطوها في الاول، ما تحطوهاش في الاخير طبعا باش تطيب لكم. وحطيت كاس تاع المحمصه كما شفتوا، المحمصه الرقيقه. انا هنا خيرت رقيقه كامل تجي بنينه وتجي خفيفه. نحركها ونغطي عليها ونخليها طيب. ما تنسوش انكم تحركوها في كل مره باش ما تلصق لكمش في القاع تاع القدره تاعكم. ونسيت كذلك باش نقول لكم اللي عندها الكرافس وفلفل دريس غير تزيدوا في هذا الطبق، لانه راح يعطي واحد البنه ولا اروع. للاسف ما كانوش متوفرين عندي، معليش. هكذا راح نخليها طيب بالعقلها ونعاود نولي لكم ونقدموها مع بعض في طبق التقديم. والطبق ديالنا التقليدي الشتوي بامتياز المحبوب راه واجد. راح نقدموه هكا في طبق فخار، يعني باش يعطي له الطابع التقليدي. راح نزيد له شويه تاع الحشيش من الفوق يعطي بنه بنينه، وراح نضيف له زيت الزيتون من الفوق. قولوا لي شكون اللي كيما انا يزيد له زيت زيتون من الفوق يعطي بنه هايله. خلوا لي في التعليقات رايكم، ولا نتوما تاني تزيدوا له زيت الزيتون. والطبق تاعنا راه واجد هاوليك ما شاء الله. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. راح ندوقوه مع بعض سخون حار. هذا واش يوالم مع البرد اللي رانا فيه، ندفوا به عظيماتنا كما قلت لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليقات والاشتراك في القناة الا كنتم ماشي مشتركين، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. لما لا تشاركوها كذلك مع الاحباب والاقارب. وانا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ونتلاقاو في الوصفة الجاية ان شاء الله. سلام.